فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها كي، واحدة مش حاسة بأي حاجة كويسة في حياتها. كانت بتتكلم مع واحد على التليفون عشان تقابله وتعرف تفاصيل شغلها، ولما وصلت للمكان اللي المفروض تقابله فيه استغربت جدا لأنه كان فاضي ومفيهوش أي حد. هو قال لها إنها تستنى شوية وهو جاي في الطريق. المكان كان فاضي ومفيهوش أي ملامح حياة، إلا إنها لقت بوكس هدايا عليه اسمها، ولما فتحت البوكس لقت كارت مكتوب عليه ثانكس يا غالية، فحست بالخوف وقررت تمشي. لكن فجأة الدنيا راحت بيها وداخت ووقعت على الأرض. بعدها ظهر شخص قريب منها، وكان واضح إن المخرج مش عايز يوضح لنا ايه اللي حصل. بعد كام يوم بنشوف كي ولاري في حفلة ضخمة، وكانوا مش مصدقين ان في ناس اغنياء بالقدر ده. كان صاحب القصر في الحفلة وفضلوا يحسدوا فيه هو وضيوفه. لاري قال لها يا ريتها جت على القصر ده الجبل كله بتاعه، وقال لها ان صاحب القصر هيسافر بكرة. بعدها عرفنا ان صاحب القصر ده اسمه بيرس، وكان واقف مع صحفي واللي سأله عن مكان القصر، وكان قبل كده مختبر نووي. لكن بيرس فضل ساكت وقال له دلوقتي بقى المكان اللي بحب استجم فيه. بيطلع المجلة اللي فيها مقال عنه، وفجأة بتظهر حبيبته وبتقول له إنها حبت المجلة جدا. الصحفي واضح إنه مش متفق مع بيرس. الموضوع اتطور لما بيرس اتضايق من صورة المجلة وقال للصحفي دي مش الصورة اللي أنا بعتها. الصحفي رد وقال له أيوة بس أنا حسيت إن دي أحسن شوية، شكلك جريء فيها. بيرس اتضايق وسلم عليه وهو متضايق. كيف الوقت ده دخلت وعرضت عليهم حلويات، ولاحظت إن حبيبة بيرس بتعدل سلسلتها. بعدها قررت كي تلف في القصر وتتفاجئ من جماله، لحد ما راحت بره القصر وبتلاقي لاري واقف بيقول لها انه هيتجنن عشان القصر الفخم ده ما فيهوش كاميرات. هو قال لها ما فيش كاميرات في بيته، ده الجبل كله بتاعه، اكيد مش هيحتاج كاميرات. كي ردت وقالت له ما دام هو عنده الجبل ده كله مش هيحتاج كاميرات. كانوا قرروا يسرقوا القصر. بعد الحفله اخدوا شنطهم وخبوها في القصر. لاري عمل نفسه انه ماشي، بعدين قعد يستنى كي بره القصر وقال لها انه سجل خروجهم. مارسا شافته وهو خارج وكل حاجه كانت تمام. دخلوا في اوضه يستخبوا فيها لحد ما الاوضاع تهدى، وفي النص لاري كان جعان فاخد اكل من التلاجة. دخلوا الاوضه في الجناح الاحتياطي. اول ما لاري شاف السرير قال لها الناس دي جابوا الفلوس دي منين؟ كي ردت وقالت له قوم وانجز قبل ما حد يصحى. واخيرا وصلوا لمكان امن يقدروا يناموا فيه. في اليوم التاني كي نزلت لقت بيرس وحبيبته واقفين مع بعض، وابتسامتها كانت مليانه بالسعاده. بعدين راحت على الحمام علشان تروق على نفسها، وبعدها قررت تشغل اغاني وتعمل قهوه. كانت عايشه زي ما تكون عايشه في بيت باباها، وفضلوا يقضوا يوم ممتع مع بعض طول اليوم، شرب بقى ونزول للبحر وكل حاجه. وفي اخر اليوم لاري قال لها الناس اللي زي بيرس دول ما بيتعبوش زينا، يعني اكيد ما بيصدعوش وما بيعانوش من الضغط والالتهابات اللي بنحس بيها احنا. كي ردت وقالت له يعني الحياه اللي عايشاها دي بتريح كل حاجه، لو عندك صداع اتمشى في القصر هيروح في ثواني. وبعدين بتزعجها رساله من باباها، وكان واضح ان العلاقه ما بينهم مش افضل حاجه. وفي قصر بيرس كي سمعت صوت اسانسير بيدور، وكان لاري طالع من اوضته وهو واخد معدات الصيد، وهو قال لها انه رايح يصطاد. كي اتضايقت وقالت له ده بجد فاكر نفسك في بيت باباك؟ هو رد وقال سيبيني اعيش اللحظه دي، انا نفسي اروح اصطاد زي الاغنياء، دي عربيتهم كمان. كي فضلت مستغربه ومش قادره تستوعب الكلام. في الوقت ده لاري اخد مفاتيح عربيه بيرس وقال لها انه هيروح يومين، وقعدت كي لوحدها حزينه وقعدت تشغل اغاني. في الوقت ده كي لاحظت ضوء داخل الاوضه فجريت بسرعه عشان ترتب السرير قبل ما يدخل بيرس. بيجي بيرس ومعاه الصحفي، وكانوا بيتكلموا عن اختراعه الجديد. بيقول الصحفي الدواء ده للاورام. بيرس رد وقال له انا مش بحب حد يضيع لي وقتي، ولما تختار صوره للمجله على مزاجك. وهما بيتكلموا كي كانت ورا الكنبه مختفيه. بيرس قال للصحفي الدواء ده هو اختراعي الجديد، لزقه صغيره تشتغل فورا. وبعد ما شاف كي قال لها انه هيتاخر عشان عنده شغل، وكل ده والكل في حاله توتر. في اللحظه دي كي قررت تهرب، بس السلسله وقعت منها، وبعد ما كانت هتهرب وقع الكاس منها، لكنها لحقته قبل ما يتكسر. جرت بسرعه عشان تحضر شنطتها. بيرس بيشك ان في حد دخل القصر بتاعه، ولما كان بيدور في المكان لاحظ السلسله بتاعت كي، وده كان حاجه لفتت انتباهه لانه كان شافها في الحفله. في اللحظه دي كي حاولت تتصل بسرعه لكن الشبكه اتقطعت، وبيرس قفل كل المخارج بتاعه القصر. وساعتها سمعت كي صوته وهو بيكلمها من السبيكر العمومي، وبيقول لها انت دخلتي بيتي بطريقه غير قانونيه. بعدين قال لها انه قفل كل المخارج وانها مش هتقدر تخرج بسهوله. وفعلا كي ما قدرتش تفتح اي باب
باب أو شباك. جربت كل حاجة لكن مفيش فايدة. بيرس كان بيدور عليها في كل مكان وكان خلاص هيمسكها، لكن كي فاجئتنا ورمت لعبة بعيد شوية عشان تلهيه عنها. هي حاولت تفتح باب لكن مفيش فايدة. فجأة لقيت بيرس قدامها قدام القصر، فاتجمدت من الرعب ودخلت بسرعة تستخبى. بعد شوية سمعت صوت موسيقى عالية وشفنا بيرس بيرقص مع نفسه وكأنه في فرح بنت أخته. وبعد ما رقص شوية خد سلاحه وراح يدور على كي، وهي كانت خايفة جدا. لكن فجأة بيرس لاحظ وجود كوبايتين قهوة وعرف إنها مش لوحدها في القصر. كي كانت متوترة لكنها قدرت تخرج من فتحة التكييف وتطلع على السطح، لكن ما كانتش عارفة تعمل إيه. ما كانش قدامها غير إنها تنط في البسين، لكن بيرس اكتشف مكانها وطلع وراها. كي كانت بتكتم نفسها تحت المية وهو عارف وعامل نفسه مش واخد باله. ولما فكرت تطلع بيرس لحقها وأخد الشنطة منها. سألها إيه اللي جابك هنا؟ كي حاولت تعتذر وقالت له أبوس إيدك سيبني أمشي. فقال لها طب كنتي بتعملي إيه هنا؟ فقالت له إنها ما كانتش عندها مكان تروح له، فقررت تستخبى في بيته. لكن فجأة جهاز الإنذار بيشتغل والشرطة بتوصل على الباب. بيرس قفل الباب عليها في الحمام وطلع للشرطة وقال لهم إنه لوحده في البيت. لكن كي كانت خلاص تعبت وحاولت تكسر الإنذار، وبعد شوية قدرت تفتح الباب وتخرج. الشرطة دخلت وفتشت البيت لكن ما لقتش حد، فاعتذروا لبيرس وخرجوا. كي جريت بسرعة وفضلت تنادي عليه لكن المسافة كانت بعيدة وما كانش سامعها. وبيرس اللي كان هادي جدا كان مشغل موسيقته المفضلة وبيفتش في شنطة كي لحد ما لقى بطاقتها وعرف اسمها، وبحث عنها لقى ان امها مريضة بالسرطان. في الوقت ده كي كانت بتدور على اي مخرج وفتحت العربية بتاعته، لكن الانذار اشتغل وبيرس سمعه. فجأة لقت كي المفتاح في درج العربية وركبت فيها بسرعة، لكن قبل ما تقدر تمشي بيرس كان واقف قدامها وقال لها استحالة تخرجي من هنا الا باذني، وهو كمان عارف عنها كل حاجة. بعدين هربت كي وفتحت باب الجراج بسرعة، لكن بيرس شافها وركب وراها لحد ما دخلت في مكان غريب. هناك لقت المكان شبه المستشفى، وفتحت الباب لقت سرير وأجهزة طبية. دخلت جزء تاني وشافت جثث مرمية على الأرض، وعرفت إن بيرس بيعمل تجارب على الناس. هنا شافت لورا لكن كانت حالتها غريبة جدا وكأنها ماتت. كمان شافت ناس تانية في نفس الحالة. كي كانت خايفة جدا وحاولت تصور الوضع ده على موبايلها، لكن فجأة لورا اتحركت والتليفون وقع منها. لما دخل بيرس حاولت كي تجيب التليفون لكن ما قدرتش، ولما لورا اتعصبت عليها جريت بسرعة ولقت بيرس قدامها وحاولت تستخبى تحت حاجة، لكن هو فضل يمشي وراها وقال لها انه بيعمل ده عشان يساعد مرضى زي والدتها. كي كانت ذكية وفتحت باب الجراج بالمفتاح، لكن بيرس فاجئها وطلع بره بسرعة. وفي الوقت ده كي حاولت تهرب وركبت الاسانسير بسرعة، بس لقت نفسها قدام حبيبته اللي كانت رجعت البيت وطلبت منها المساعدة. لكن المفاجأة ان حبيبته طلعت بتعرف كل حاجة عن بيرس، وكي صورت كل اللي بيحصل عشان تفضحه. بيرس اكتشف ده وضربها بإبرة مخدرة واخدها للمختبر. وفي اليوم التالي لقى بيرس نفسه مش قادر يلاقي كي، لكن لما اتصل بيها لقى تليفونها مقفول وعاش حياته عادي ما كانش مهتم. ولما بيدخل القصر بيطلع ازازة من جيبه وبيشرب منها، وبعد كده بيطلع فوق وفجأة بتطلع جيس حبيبة بيرس من الاسانسير وهدومها كانت متبهدلة وفيها دم. لاري بيكون في أوضة النوم وبيلاقي سلسلة كي مرمية على الأرض، وبيستغرب عشان هو عارف ان كي عمرها ما بتقلع السلسلة دي. وبعدها بيسمع صوت جاي من تحت فبينزل يشوف ايه اللي بيحصل، لكنه بيتفاجئ لما بيشوف بيرس وحبيبته بيتكلموا، فبيستخبى بسرعة ويفضل مرعوب. وساعتها بيسمعهم وهم بيقولوا انهم متأكدين ان مفيش حد هيسأل على كي، وانه بيرس بيدور دايما على ضحية جديدة. وبيرس بيطمنها وبيقول لها يلا على الحمام، الشيطان مستني يتأكد بنفسه. وكل ده ولاري مستخبي وسامع كل كلمة. ولما بيرس وجيس بيخرجوا لاري بيتسحب وبيلاقي سلاح على الترابيزة فبياخده، وبتشوفه جيس وبتتخض وبتقول له انت مين وبتعمل ايه هنا؟ فبيرد عليها وبيهددها وبيقول لها فين كي، وبيجبرها تنزل معاه علشان توريه مكانها. بس جيس بتحاول تضحك عليه وبتشغل الموسيقى بصوت عالي، فلاري بيتخض وبيبص وراه. وفي اللحظة دي هي بتهجم عليه علشان تاخد السلاح منه، لكن بسرعة بيضربها بالخشبة. بعدها بيرسي بيوصل وبيتجنن لما بيشوف حبيبته مقتولة وبيزعق، بس لاري بيهدده بالسلاح وبيقول له وريني كي فين. وبعد كده بيرسي بياخده على المختبر السري بتاعه، ولاري بيتصدم لما بيشوف الصحفي مربوط على السرير وشكله صعب جدا. بيرسي بيحاول يقنعه انه بيعمل كده علشان هدف نبيل، وبيقول له انه خلاه يتصاب بالسرطان علشان يلاقي علاج للمرض. لكن لاري بيتجنن وبيزعق فيه وبيقول له كي فين، بس بيرسي بيستغل اللحظة وبيضرب. في نفس الوقت كي بتفوق وبتلاقي نفسها محبوسة في أوضة ومعاها واحد معمول عليه تجربة، وفجأة بيرسي بيجي وبيفرجها على فيديو وهي مربوطة، وبيهددها انه هيقتل الشخص اللي في الفيديو لو ما اديتهوش تليفونها. فبتضطر تقول له انه في أوضة الضيوف
بهدوء. بيرس بيمشي وكي بتحاول تفتح الباب بس للأسف مش بتقدر. بعدها بيوصل لاري وبيفتح لها الباب وبيحضنوا بعض وبيطمنوا على بعض. هي بتقول له يلا نمشي من هنا، لكنه بيرد عليها وبيقول لها ما ينفعش، لو مشينا ممكن يخفي كل حاجة، احنا مش هنرتاح غير لما نخلص عليه وننقذ الناس من شره. فبتاخد منه المفتاح وبتدخل تجيب تليفونها من عند لورا، لكن وهي ماشية بيرس بيطلع قدامها بالسلاح وبيقول لها انا اسف جيت انقذك بس بصراحة غيرت رأيي. وبتكتشف ان بيرس الفلوس لعبت في دماغه وبيقول لها زهقت من الفقر والهم وجالي عرض ما يتعوضش. فكي بتتصدم وبتقول له احنا مش اصحاب. فبيرد عليها وهو بيضحك بيقول لها فكك من مصطفى قمر دلوقتي، انا اخترت الفلوس. ولما الدنيا بتتأزم بيرس بيظهر وبيقول لها الفلوس بتغير النفوس، وبيفرجها على فيديو لاري وهو بيتفق معاه وكان بيقول له هات لي منها التليفون وانا اخليك مليونير. وتاني يوم الصبح كي كانت قاعده منهاره وبتعيط وبكل قهر بتصرخ فيه روح بقى يا شيخ ربنا ياخدك انت والمخرج في يوم واحد. وفجأة وهي بتتكلم لورا بدأت تتحرك ورا لاري وده خضه جدا ووقع السلاح من ايده. وكي ما صدقت، استغلت الفرصه وجريت باقصى سرعه علشان تهرب، لكن بيرس ما ضيعش وقت، خد السلاح من الارض وبكل برود بيفرغ رصاصه في لاري اللي وقع على الارض ساكت للابد. وكي من بعيد سمعت صوت الطلقه وفهمت ان خلاص لاري مات، وبعدها قررت تستسلم. راحت له وهي مكسوره وبتقول له خد التليفون بس سيبني امشي، مش عايزه فلوس ولا اي حاجه. وفعلا قربت منه وادت له التليفون، لكنه اول ما فتحه لقى ان مفيش ولا صوره ولا فيديو للمختبر. وفجاه بدات الدنيا تلف بيه وحس انه مش شايف قدامه. وطلع ان كي كانت لازقاله اللزقه بتاعته على الموبايل وقعدت تضحك وهي بتقول له امي ماتت من زمان وده تليفوني، خد اشرب من نفس الكاس اللي كنت بتسقيه للناس. وبعدها خدت منه الموبايل وجرجرته لحد الاوضه اللي كان بيحبس فيها الضحايا وبيجرب عليهم، ورمته جواها وقفلت الباب وسابته يدوق المرار اللي دوقه للناس كلها. وهي خارجه من القصر المنيل ده لقت بيرس وراها بس شكله كان اتغير تماما وكان باين عليه ان اللزقه بدات تشتغل، وقدرت بصعوبه تهرب منه. ولما وصلت للاسانسير الباب قفل عليه واتحبس جواه للابد. وكي اخيرا خرجت من القصر، طلعت على الشارع وهي بتنهج من التعب واتصلت بالشرطه وبلغتهم بكل اللي حصل بالتفصيل. وبعد شويه موبايلها رن، كان باباها واللي ما كلمتهوش من مده. المره دي ردت عليه وقررت انها تسامحه. يا ريتك كنت رديتي عليه من بدري قبل ما تدخلي القصر ده اصلا. وكده بيخلص فيلمنا. ما تنساش تدعمنا، محتاجين نوصل ل1000 مشترك. ادعمنا باشتراكك للقناه ولايك لو الفيلم عجبك. يا ريت تدعمونا عشان نقدر نكمل ملخصاتنا.